ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده بإذن الله هنتكلم عن أداة جديدة في أدوات الفوتوشوب، وهي الكالر ريبليسمنت تول اللي هي بقية أدوات البرش. فالكالر ريبليسمنت تول دي طبعا كليك يمين، أول ما نقف عليها كليك يمين بتظهر لنا كله. الاختصار بتاعها من الكيبورد. احنا زي ما احنا قلنا قبل كده انها زيها زي البرش في كل التفاصيل. تقدروا تشوفوا الفيديوهات اللي فاتت عن البرش تول والبنسل تول، هتعرفوا التفاصيل بتاعتها. الكولر ريبليسمنت تول دي بنستخدمها في ايه؟ اول ما اخترناها بيظهر لنا شوية اوبشنات فوق. فانا مثلا لو عايزة اغير اللون بتاع الوردة دي او لون الخلفيه بختارها. فانا بقف على الورده، بقف على اللير بتاع الورده اللي هو ده. طبعا نعمل كنترول جي عشان ما نلعبش في اللير الاصلي. بقف على اللير بتاعها واروح دايسه كليك. تمام، نعمل كنترول زد ونختار اللون اللي احنا عايزينه نلون بيه. مثلا هنخلي الورده لونها احمر، اللون ده، ونقول له اوكي ونروح دايسين كده. شايفين بتعمل لون بسيط قوي. طب ما ايه رأيكم ان احنا نعلي التوليرانس بتاعها؟ نحاول نعلي التوليرانس بتاعها على قد ما نقدر علشان خاطر يسمع معانا، ما يبقاش كده. اهو مثلا نخليه 83 ماشي، ونكبر الفرشة. قلنا ندوس الت وكليك يمين ونسحب يمين او شمال علشان نكبر الفرشة بتاعتنا، والهاردنس نطلع لفوق او ننزل لتحت عشان نكبر الهاردنس بتاعها. فاحنا خلينا زي ما احنا كده، نروح عاملين كده. بصوا اللون بدأ يتغير معايا. بصوا انا عملت هنا علشان خاطر دخل في السلكشن التاني، فاللون بدأ يتغير معايا. نخش على الصورة اللي بعدها، نعمل كنترول جي عشان نكبرها. طريقة تانية علشان نعمل سلكشن من غير ما يلون بقية الورد. فاحنا هنعمل سلكشن لده كده. مثلا الوردة دي هنعمل لها سلكشن ونروح مختارين لون تاني، مثلا نخليه لون اخضر، مثلا الوردة باللون اخضر ماشي، ونروح على البرش ونختار color selection، كليك يمين علشان نصغر البرش. تمام، ونختار find edge ونعمل. بصوا بتلون بس اللون اللي انا عامله له سيلكشن، بتلون الجزئيه اللي انا عامله لها سيلكشن. طيب نجربها في حاجه تانية، نكنترول دي ونروح مختارين مثلا لون ازرق اهو، ونعمل سيلكشن كويك سيلكشن علشان مثلا نختار حاجه تانية. اهو هنختار الوردة دي كده، وهنشيل الحتة الزيادة دي. نرجع على color replacement tool، بصوا علشان الصورة بالنسبة لي تتغير اهي. اي حاجة انا عاملة لها سيلكشن بيغير لي الصورة بتاعتها. طيب احنا اخترنا اللون ده، كنترول دي، نروح للسيلكشن تاني ونختار مثلا دي كده، ونروح مختارين لون تاني، نروح مثلا اللون الاورنج ده قايلين له اوكي،
كنترول زد بس عشان نرجع نختار الوردة بتاعتنا اهي، ونروح لcolor replacement tool اهو، عشان اغير لون الوردة بتاعتي خالص زي ما انتوا شايفين كده، واقدر بعد كده اعمل كنترول زد، ادي الوردة بتاعتي اتغيرت. طيب تعالوا اخر مرة نجربها تاني، ونروح عاملين نختار الوردة دي مثلا هنعملها وردة باللون الاسود. نختار color replacement tool ونديها اللون اللي احنا اخترناه، هتلاقيه بيشكلها لي. تمام. طيب انا عندي اوبشن تاني، ان انا في القائمه بتاعت البروبرتيز دي في حاجه اسمها adjustment، فانا هختار منها hue وساتوريشن، فاضغط عليها. تمام. للسلكشن اللي انا عاملاه هيبدا يغير اللون بتاعها. ماشي، هقف هنا واروح عامله له اوكي، واقول له بعلامه الايد دي اهو كده علشان يقرا لي اللون ده. هو اللون القديم بتاعها المفروض ان هو كان ريد، فبصوا معايا كده. طبعا انا علشان غيرت اللون بتاعها فمش هيبان. طيب ننزل كده شويه ونفتح اللون اهو. طيب خلينا نقلل الحته دي كده اهو. طب نكبرها شويه، نكبر دي شويه، نمشي يمين او شمال علشان يا يتقل اللون يا يفتح اللون. دي طريقة من الطرق. بصوا رجعها لي تاني زي ما كانت. بص اقدر افتح واغمق في اللون، اقدر هنا اغير اللون زي ما انا عايزة، اقدر هنا اخليها مثلا الوردة باللون ده، اقدر. تمام. طيب تعالوا نرجع لللاير الاصلي بتاعنا ونختار مثلا وردة ثانية ونجربها بالاوبشن بتاع الادجستمنت ده. ماشي، نشيل الحتت الزيادة عشان الالوان ما تدخلش في بعضها. ماشي كده اخترنا الوردة، نروح رايحين لكولر ريبليسمنت ونروح مثلا مدينها مثلا لون ابيض. ماشي، ونقول له اوكي. ماشي، ونعمل كولر ريبليسمنت سوري ادجستمنت، وبعد كده هيو وساتوريشن. ماشي، هو عمل لي للسلكشن اللي انا عاملاه زي ماسك كده، بحيث ان انا اقدر اعدل فيه. هروح مختاره الايد دي واقول له اهو، فهو عرف انها ريد، فاقدر بقى اغير اللون بتاعها زي ما انا زي ما انتم شايفين كده. بصوا اهو، مثلا انا اخليها مثلا اللون ده، اخليها مثلا اهو، خليها مثلا لون اخضر اهو، خليها اللون ده. ماشي، فانا غيرت الشكل اللي انا عايزاه بكذا طريقه. طيب دي اول حاجه بالنسبه لي. تاني حاجه بالنسبه لي، انا ممكن اعمل لدي برضو سيلكشن واعمل لها زي ما احنا زي ما احنا عملنا adjustment، ونشوف لونها هيتغير ازاي. تمام. انا عندي الحته اللي تحت دي برضو عايزه اشيلها كده. ايوه كده انا اخترت الورده بس اهو. كده انا اخترت الورده بس. طيب انا هعمل color adjustment. ماشي، واروح على ال color replacement tool و adjustment، وهختار hue و saturation.
ماشي. فهو عمل لي السلكشن هنا في الحته دي، عمل لي عليها زي ماسك كده، اروح اختار الايد واروح واقفه هنا، فهو بيقول لي اللون ده لون من الوان الريد. فبصوا معايا، اقدر اغير لونها زي ما انا عايزه. بصوا اللون. طيب انا اخليها كده مثلا اللون ده كده، واقدر اغير نسبة الساتوريشن اللي هو اللون بتاعها عامل ازاي. بصوا اهو بصوا اللون. ماشي. طيب انا عايزة مثلا اهو اللون ده كده، واقدر اقلل الاضاءة بتاعتها شوية، اللي هو اللون ده كده. تمام. واقدر اروح بيها يمين واقدر اروح بيها شمال، بحيث ان انا اقدر اغير اللون على مزاجي. بصوا اهو، وانا غيرت اللون. نقدر نكرر نفس الكلام.